السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قررت اللجنة التعذيبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإيقاف الجزائري عادل عمروش المدرب الفني لمنتخب تنزانيا. وأعلن الاتحاد التنزاني تلقيه خطابا من الكاف يفيد بإيقاف عادل عمروش ب8 مباريات بجانب تغريمه 10,000 دولار بسبب تصريحاته المسيئة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبالأخص فوزي لقجع رئيس الجامعة. وقرر الاتحاد التنزاني لكرة القدم بإقالة عادل عمروش من تدريب المنتخب المشارك حاليا في كأس الأمم الإفريقية المقامة في دولة الكوت ديفوار. وذكر البيان أن الاتحاد المغربي تقدم بشكوى ضد عادل عمروش بسبب تصريحاته المسيئة أن المغرب يؤثر على الكاف وفي ترتيب مواعيد المباريات. وأوضح الاتحاد التنزاني أن حامد مروكو سيقود المنتخب فيما تبقى من بطولة كأس الأمم الإفريقية ويعاونه جمع مجوندا. وقال عمروش في تصريحات تلفزيونية للاتحاد الجزائري في وقت سابق: الاتحاد المغربي يدير ويقرر كل شيء في كرة القدم الإفريقية بما في ذلك الحكام وتوقيت المباريات. وتابع في ذلك بأن المباراة الأخيرة بين المنتخب التنزاني والمنتخب المغربي أن الجامعة الملكية المغربية أجبرت الاتحاد الإفريقي على اللعب في المساء. يشار أن المنتخب المغربي حقق انتصارا عريضا على تنزانيا ب3 أهداف للا شيء في كأس الأمم الإفريقية في مستهل مبارياته بالمجموعة السادسة التي تضم فيها الكونغو الديمقراطية والفريق الزامبي.